نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. ازيكم؟ انا عمر عزازي، مدرس استشاري جراحات الذكوره بكليه الطب جامعه القاهره. خليني افكركم زي ما بقول كل مره ان سلسله الحلقات دي مش تفسير قراني، لكنها بتتكلم عن الجانب النفسي والتوعوي في العلاقات الزوجيه من واقع خبرتنا في علم الذكوره واللي بنشوفه كل يوم في العيادات عندنا. الايه دي في سياقها بتتكلم عن تنسيق العلاقه بين الزوجين، وكلمه حرث معناها موضع الزرع والإنبات، إشارة هنا بقى كتعبير قرآني بليغ إلى موضع الإنجاب واستمرار النسل، وتأكيد إن العلاقة دي علاقة مشروعة داخل إطار الزواج. مش بس كده، ده مشروعة ومحببة. ولو هنكمل الآية ونوصل لأن شئتم، معناها كيف شئتم، يعني في تنوع في الكيفية، لكن في نفس الموضع المشروع ومن غير أذى أو خروج عن الفطرة. تعبير قرآني بليغ. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. بتتكلم عن كيفية إن أنت وزوجتك حلال لبعض أن شئتم، يعني زي ما أنتوا عايزين. مفيش الفكرة اللي هي فيها شوية تابوهات أو لأ، أو أنا حركة معينة بنعملها ما نعملش غيرها، لأ، أن شئتم طالما بالحلال. انت وزوجتك حلال لبعض، تشوفوا ايه اللي بيبسطكم، شوفوا ايه اللي بيريحكم، تكتشفوا جسم بعض، تغيروا من الروتينية اللي بعض الأحيان اعتيادها بيكون سبب من أسباب المشاكل الزوجية اللي بنشوفها كتير قوي في العيادة. الراجل يكون زي الفل والزوجة زي الفل، لكن هم اعتادوا حاجة معينة وبقت روتينية وبقت مملة، فبالتالي بعض الأحيان يشعر بالبرود وبالضعف في العلاقة الزوجية من جانب نفسي، لكنه بيكون عضويا سليم 100%. أن شئتم طالما كل حاجة فيها حلال، يبقى أنتوا تستكشفوا بعض، تعرفوا أنتوا بتحبوا إيه. ده الجزء الرئيسي في العلاقة الزوجية الناجحة بين الطرفين، إن كل واحد يكون عارف وفاهم التاني وطريقة ومداخل التاني وطريقة انبساط التاني. فأتوا حرثكم أن شئتم. بس خلي بالكم في تنبيه مهم هنقوله الحلقة الجاية، وزي ما بنقول وهفكركم كل حلقة، اوعى تسمحوا للشرخ انه يحصل، لأنه لو حصل صعب يتصلح. كل سنة وانتم طيبين.